خلونا نعترف، لأننا بنعلم أجيالنا، بنعلم عيالنا، ما يصير نعلمهم أكاذيب وبعدين يتفاجئوا لو حصل أي شيء بأنه احنا قعدنا نخدعهم طوال سنوات. القوات العراقية في ذلك الوقت كانت قادرة على ابتلاع الجزيرة العربية كلها، ولو كان في حدود بينها وبين مصر وتوجه لمصر لابتلعها. لا نضحك على بعض. مين كان في عنده 1,000,000 جندي في سنة 90؟ 1,000,000. مين كان يملك 4700 دبابة في سنة 90؟ مين كان يملك أكثر من 3000 صاروخ سكود في سنة 90؟ إمكانياته. بعدين هذا إنسان الوحيد في الدول العربية لما نقول خاض معارك العراق مش مصر، لأنه هو خاض معركة واحدة مع دولة قوية مثل إيران 8 سنوات متواصلة قتال دموي، مش حرب استنزاف ولا حرب لمدة 4 أيام ولا 7 أيام ولا 20 يوم. 8 سنوات. مات منه 1,000,000 أو 1,500,000 عنده ضحايا حربه مع إيران. فطلع بقوات جبارة. تيجي تعايرني أنا الدولة الصغيرة المسالمة وتستصغرني وتستهزئ فيني. العراق احتلك، والعراق لولانا ده لو كنتوا. طيب ما العراق لو كان جنبك كان بلعك انت كمان.